وصفة اليوم بتاخد العقل على قد منا طيبة. كيش بنكهة البصل المكرمل والحبش المدخن. ضروري تسيفوا هالوصفة وتعملوها بشهر رمضان المبارك. يلي بده يعمل العجينة بالبيت رح اكتب له كل مكوناتها تحت الفيديو، او بتجيبوا من اي سوبر ماركت عجينة البات بريزي او الشورت كراست الجاهزة. بنمدها بالقالب، بنعملها بالشوكة وبنفوتها على الفرن الحامي الرف الوسط، بنخبزها نص خبزة. من بعدها بشوية زيت منقلي بصلتين مقطعين جوانح، ملعقة صغيرة من السكر الأسمر أو الأبيض، ومنقلب قطعة من الزبدة ومنضل عم نقلب ليتكرمل معنا البصل. منضيف شرايح الديك الرومي المدخنة، أنا عم بستعمل فوليز قطعتهم مربعات صغيرة وضفتهم. وهيك الحشوة صار جاهزة عنا، منتركها لتبرد على جنب. منرجع منزلها بالقالب ومننزل فوقها الكتير من الموتزاريلا. وللصوص بدنا 3 بيض، كباية من كريمة الطبخ، رشة فلفل وجوزة الطيب، وأكيد منملح. منحرك كتير منيح ومنرجع مننزلها فوقن، ومناخدن على الفرن الحامي الرف الوسط. رح ياخدوا حوالي تلت ساعة، ما تخبزوهم زيادة عن اللزوم. وهيك الكيش صار جاهز عنا. ريحته بتشهي ولا أطيب من هيك. بنصحكن تجربوه وتخبروني، ما تنسوا تبعتولي تطبيقاتكن، وألف صحة على قلبكن.